محور آخر متعلق بذات السياق، وهو الفيفا. جياني انفانتينو أيضا يخرج في تصريح لأحد القنوات السويسرية، وأشار إلى رغبته في تقديم مقترح رسمي بإضافة عدد المنتخبات، ومقترح بأن يصبح المونديال ب 64 منتخبا. نرجع لك أستاذ فتحي. أعتقد أن هذا الأمر خذ أكثر من تصريح، وما زال جياني انفانتينو يكرر في ذات التصريح، واللي هو يعني زيادة عدد الفرق. بل اليوم قال خلونا نحلموا، دعا الدول، دعا المنتخبات بأننا نحن نحلم من أجل الزيادة. شوف، في نفس سياق العشب اللي بيع فيه بالضبط. هذا انفانتينو الشعبوية فاقت كل ما يمكن أن تتصوره. كي نحكيو كأس عالم مرة في الأربع سنوات، نحكيو على زبدة الكرة في العالم، نحكيو على كأس عالم. اليوم يحب يردهم 64، ما عادش نحكيو على كأس عالم، نحكيو على عالم في وسط كأس عالم الكل يشارك. فما هي قيمة كأس عالم ب 64 بلد؟ بس في أندية راهي مستفيدة أستاذ فتحي. لا 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 لا، وربما القرار حيلقى دعم وتصويت. لا عاد اسمع، شوف تحكي قيمة كرة قدم ولا تحكي شعبوية وأنه الناس كل تجي تشارك؟ ردوها حفلة شعبية احنا الواحد يشارك كل 200. أولا ساعة. اثنين، التصفيات كيف ستقع؟ 64 3 على فكرة حتكون أكثر تساويا من ناحية الترتيب الأول والثاني، بعيدا عن موضوع التوالي. 3 كأس عالم ب 64. احنا تو هذه كأس العالم هذه خذت لنا 40 يوم. قديش باش تاخذ لك؟ 50 يوم. حيزيد طبعا عدد المباريات. اي، واعتقد انه راح يصل الى 128، حاليا 104. 104 انت باش تقتل كل المسابقات. انت في بالك باش تعمل كأس عالم ب 64 بلد؟ باش تقتل كرة قدم. اولا. ثانيا، باش تطيح قيمة كأس العالم. ثالثا، باش تقتل ايضا كل المسابقات القارية. لانك كي باش تاخذ انت 45 او 50 يوم كأس عالم. انا نسيت وقتاش لعبوا 10 جوا، شكون اللي لعب وشكون ربح. ما بالك انك ب 64. الشامبيونز ليج باش طيح لها قيمتها، كيفاش باش يلعبوها؟ لازم يكملوا بكري. كاس افريقيا، معناها المسابقات الاخرى. لا شوف، انفانتينو قاعد يعمل في سياسه خطيره جدا على كره القدم. هو في باله يحيي كره قدم، وقاعد يقتل في كره قدم. لانه 4 سنوات كاس عالم، في 4 سنوات نتفرجوا في كوره، مش نقلق لمده شهرين ننسى الناس الكل تشارك وشراوا مقابلات من نوع 7 و9 و10 و11. لا لا، مش عادي هذا. شوف، وخبيث انفانتينو، خبيث جدا. اول تصريح عمله قبل بدايه كاس العالم وحكينا عليه لهنا، صحيح، لما حل 64 جس النبض. علاش قلت لك يعمل في السياسه؟ هو شعر بنشوه، شاف المونديال مشى، لانه صارت مباريات قويه، في مباريات جميله، يعني ما نحكيلكش من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه اداريه والاحداث اللي صاحبت بعض المباريات. هو صار له نوع من النشوه، فيقول لك خلي نزيد نواصل. النشوه عنده هو. لكن المتابعين كأس العالم راهي بدات من دور 16. كأس العالم الحقيقيه بدات من دور 16. مقابلات العباد ما تفرجتش تماما. معيشكم معناها كيف اللي حاجه تكثر منها تولي ما عادش هامه. تعاود 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 كل ما عادش هامه. تولي عندك 6 8 مقابلات في اليوم ما عادش هامه. اما خلي اهميه كاس العالم، قيمه كاس العالم. انت ب 64 تطيح من قيمه كاس العالم. يا انفانتينو، اعمل السياسه بعيد، اعمل التجاره بعيد، خلي كرة القدم للناس اللي تفهم كرة القدم وتتمتع بكرة القدم، باش نحيي لنا متعة كأس العالم. طيب كابتن جمال، اعتقد اليوم لو قسنا ذلك بالنسب والتناسب المؤشرات، نلقوا ان تواجد المنتخبات وزيادة العدد، مثلا افريقيا والعرب، اعتقد ان المؤشرات كان اوروبا بالدرجة الاولى مع امتداد المراحل، وافريقيا كانت تتقاسم المقاعد مع أمريكا الجنوبية. فكيف تشوف لهذه الوضعية؟
والله اذا شوف في نفس السياق مع الاستاذ لخص كل شيء، لكن اذا انت تعمل مونديال 64 منتخب، انت تتكلم على كاس عالم. يعني ابرز حدث في كره القدم هو كاس العالم، فابرز حدث في العالم هو كاس العالم بحد ذاته. انت تتكلم على 64 منتخب، يعني يقدر احنا كيف في افريقيا نتكلموا، يقدر يكون منتخب ما قدرش يتاهل كاس افريقيا يتاهل كاس العالم. صحيح. هنا تناقض كبير، يعني كيف هذه وصارت طبعا ما تصيرش وصارت لكن فيها تناقض كبير، يعني ما تقدرش تصير الامور هذه. اذا اصبح تاهل كاس العالم اسهل من التاهل كاس افريقيا، هذا شيء كارثي. انا نتوقع انه قرار استعطافي اكثر. بس خلي ناخذوا كابتن الموضوع بزوايا اخرى، راهو نحلل في الموضوع بزوايا مختلفه. مدى الانتعاشه اللي تعيشها الشعوب اللي بتشارك، راهو اليوم السياسه متنفس تحل لك ازمات. مدى حضور الدول بما فيها الدول اللي تعتبر ما هيش بالدرجه الاولى زي هناك تدخل في شعبويه المنتخبات العربيه والافريقيه. كره قدم، احنا كره قدم حلاوتها عندنا كره قدم انها ما فيهاش عاطفه. العاطفه ما كاش، يعني تستاهل تتاهل كاس عالم تلعبها، ما تستاهلش ما تلعبها. نعاوز حقي. تقول لي لا شعوب تستاهل ولا بلدان لازم نكتشفوها، احنا ما راناش في رحله استكشافيه. هذه كاس عالم لازم يشارك اللي يستاهل، مثل ما كانت من قبل وحلاوتها من قبل، نتمنى تبقى. لكن 64 منتخب، اولا من البلد اللي راح يتحمل 64 منتخب؟ الان عملوها على 9 بلدان ولا كيف نسووا ب 64 مباريات؟ كاين مباريات انا واحد ممكن في 5 6 مباريات ما تهمنيش، ما شفتهاش، لاني عارف انه ما فيهاش متعه. مع كل احترامي للمنتخبات اللي شاركت، لكن لازم نقولوا الاشياء نسموها بمسمياتها. كانت مباريات ممله، واحد ما شاهدها. روح شوف عدد المشاهدات، الناس ما شاهدتش، ملاعب فارغه ما كاش اللي شاف. انا نشوف انه القرار استعطافي وشعبوي اكثر شيء، وانفانتينو فاق للشيء هذا وصار يلعب على الوتر هذا، على الوتر الحساس اللي يمشوا معاه. اكثر الناس اللي تمشي معاه هي المنتخبات الضعيفه اللي ما تقدرش تتاهل مع كبار القوم. طيب بناخذك من زاويه قبل ما تعطيني رايك في هذا الموضوع، من ناحيه كولسه، من ناحيه كسب اصوات، من ناحيه تمرير المشروع، تتوقع ان يكون في تجاوب داخل الاعضاء؟ خلينا من ما يقال في الاعلام وراي الجمهور والكلام، يعني نبي حاجه عمليه، سيناريو اللي تتوقع الداخل في الكونغرس. شوف انا نقول لك حاجه، انفانتينو بالطريقه اللي قاعد يمشي بها تو او يمشي بها في كره القدم خلال، خلينا نحكوا بدايه ال5 سنوات الاخيره، يعني من بعد مونديال قطر وتعالى جاي، لو استمر بنفس المشروع هو انت فكر اللي حكيته انت راهو موجود منه، هو فكر كواليس ربما اكثر من فكر تطوير. ما هو الفيفا المفروض رقم واحد تطوير كره القدم. اليوم بالخطوات اللي قاعد يمشي فيها، انا ارى بان انفانتينو لو استمر 4 سنين ثانيات حيخلي كاس العالم بالرغبه. اللي بيرغب يشارك، حتى تصفيات ما عادش يخلي فيه تصفيات. تعرف علاش؟ لان فيه اغراض اخرى، اغراض او الافكار اللي المنطلق اللي يخدم به انفانتينو ماهوش فكر تطوير كره القدم ولا استفاده كره القدم. انت سالت سؤال مهم للكابتن جمال، قلت له اليوم هل هي فرحه الشعوب ولا الشعوب؟ لا، ما مثلا خلينا نكمل. مثلا اسامه، هي اذا كان احنا ان شاء الله نوصلوا بالرغبه، لان حتى ممكن ال 64 رغبه تمشي مثلا الكره الليبيه في ظل الظروف الاستثنائيه اللي تمر بها حنمشوا كاس عالم مثلا، حيكون امر كبير جدا جدا. تعرف علاش مش حنفرحوا؟ لان بتفقد قيمتها. ما انت لما تقول لي 64 منتخب راه ما عادش فيها قيمه كاس العالم. لا، قيمه كاس العالم انه هو نخبه الإيليت، النخبه نتاع الكره في العالم. لما يوصل 64 وبعد بغدوه يقول لك 78، بعدين يقول لك 100 منتخب على مستوى العالم، او يخليها زي دوري الامم الاوروبيه وتيفر كيف الطريقه، يخليها على امتداد دوري سنه كامله. وهذه الافكار لو تسالني قبل 5 أو 6 سنوات تقول لي كاس عالم 64، نقول لك مستحيل. اليوم بدت فكره مطروحه على الارض ونناقشوا فيها. وكان جاني انفانتينو اليوم استعان بمستشارين من ليبيا، لان الافكار هذه راهو صارت. شوف زياده عدد الفرق وكذا، واعتقد حتى في تونس في مشاريع من هذا القبيل. حلم مويد في حاجه هيك مش واضحه. شوف حلم اي لاعب على مستوى كره القدم، سواء كان في السنغال ولا في موريتانيا ولا اوغندا ولا فنزويلا ولا الاكوادور ولا في اوروبا ولا واتيفر اي مكان في العالم، انه يلعب كاس عالم. تعرف معناتها كاس عالم؟ معناتها الفاليو، القيمه. اليوم انت قاعد تنتزع في الحلم هو من عقول الناس، تصبح كاس العالم حاجه عاديه، بدنا نشوفه في لاعبين عاديين. نمشي معك لنقطه ثانيه ابعد منك. كاس العالم الحاليه هل تقيمها انت ناجحه من ناحيه المتابعه الجماهيريه؟ رقميا ممتازه. خليني نقول لك حاجه، مع
تطور وسائل التكنولوجيا بشكل عام، ومع التطور راهو اللي يتفرجوا في كاس العالم كل 4 سنوات مش هم هواة كره القدم بس. صحيح. لو نحكوا على عائلات تتفرج في كاس العالم، في ناس ما تعرفش الكوره بكل تتفرج على كاس العالم لانه ايفنت، لانه سبيكتاكل، يعني عرض شو، عرفت. اليوم هل تعتقد بان نسب المشاهده ما هيش عاليه جدا، خاصه في مباريات الادوار الاولى على مستوى النقل التلفزيوني بالذات، ما هيش بالقوه اللي كان يتخيلها. يعني مونديال قطر على مستوى المشاهده اعلى من كاس العالم امريكا وكندا. ربما التوقيت واختلاف الوقت بين القارات اسهم في هذه الجزئيه. والتوقيت هي كانت مؤثره على بعض الدول في اسيا وفي امريكا الجنوبيه. لا، اليوم لو استمرت الامور بما هو عليه الان وبفكر انفانتينو الحالي اللي هو فكر تسويقي وفكر مالي وفكر كولسا وكواليس تحت الطاوله لاستمراره على راس الفيفا، حتتضرر كره القدم على المدى القريب وربما على المدى البعيد، وكاس العالم يصبح زي اي مسابقه غير ذات قيمه بالطريقه اللي ماشي بها انفانتينو حاليا. هو جاي باش يحمي كرة القدم. انفانتينو بهذا التوجه قاعد يقتل في كرة القدم، يقتل في حلاوة كرة القدم، يقتل في ندرة كرة القدم، يقتل في رمزية كأس العالم. راهو انتهت كأس العالم كانت ب 16، نحكي 16 في الثمانينات، مش نحكي قبل 4 و3 لا اليوم 64. ما معنى هذا؟ هذه الضغوطات لا يهتم بها كثيرا جياني انفانتينو، رغم انه هو شخص متعلق بالسوشيال ميديا وما يقوله الاعلام، ويهتم حتى بالمظهر العام لنفسه، الا في الوضعيه هذه تحس انه هو ماشي وفقا لرؤيه واستراتيجيات الاعضاء اللي هم الكونغرس نفسه. بالطبع يا اخي، مش في صوت. انا ناكد لك وانه اوروبا الكل بتصوت ضد هذا المقترح. اوروبا الكل، وربما لا يجدي نفعا. بالطبع وقت اللي تلقى افريقيا فيها 54 واسيا فيها ايش و30 وكذا اللي باش يصوتوا، يقول لك في 9 ما بعد قدوز شو بيصير فيه بعد هالعمله هاي؟ يولي معناها ربما عدد الفرق الافريقيه اللي تترشح لكاس العالم اكثر من يترشحوا لكاس افريقيا. كيفاش؟ اخي تحب تقتل لنا كره القدم؟ ما عادش فيها بنه، ما عادش فيها حلاوه كره. معنا النهائي كاس العالم كل 4 سنوات تفقد كل قيمتها. وانفونتينو يعيشك بربي ما تقتلناش كره القدم، ما تقتلناش كاس العالم. ما عادش نلوموا جاتوزو في هذه الحاله. لا عندك جاب جاتوزو راهو يصفق توا. يعجبوا انفونتينو، ولد بلاده هذا انفونتينو يعجب وقت بلعة الطعم وسامة اعتقد ماشيين صح. الافرو اسيويه خاصه الدول الناميه اللي تحلم عرفت كاس العالم والسياسه تخدم بها بطريقه سياسيه، تحب الاجواء هي، تحب الساهل، تحب اللي ما فيش مجهود، عرفت باش تعيش به الادوار واستقبالات الرؤساء. طيب سامحني كي واحد تلميذ حتى السنه السادسه ما عندوش ابتدائي وتقول له عندك بالبكالوريوس، نفس الشيء هذا. معناها بلدان ما عندهاش، مش قادره لا باش تترشح ولا كذا، تجي الناس كل حظبه وقالوا الناس كلها في كاس العالم ما يحتفل. طيب انا اضطريت اني ناخذ وجهه نظر مختلفه عليكم باش نثير الحوار ونطلع اكبر قدر ممكن من الابداع، لكن خلي نسال الكابتن جمال في محور اخر.